لقاء ممتع مع الفكاهة مع المرح مع صاروخ النكتة ونجم الفكاهة الأول الفنان حمادة سلطان. فرح بقى، انما فرح من نوع غريب قوي. اسد بيتجوز يا عيني عليك، بيعزف في جنينة الحيوانات. اسد بيتجوز، عزم كل الحيوانات ما عدا الفار. الفار خد على خاطره قال لك ازاي ما تعزمش؟ قال لازم اخد شله واروح ابوظ له الفرح. راح عشان يبوظ له الفرح. شوفوا بقى اللي حصل في الفرح. الزرافه طلعت قالت الفرح الاسد ومعازيمه وتوصف الفار واللي جاي معاه، وسمعونا اغنيه جرب نار الغيره. جرب نار الغيره جرب. الحمار الوحش طلع ينقط ويحيي الفرح الاسد ومعازيمه وتوصف الفار وشلته، وسمعونا اغنيه ياللي اتحرمتوا من التعليم الغنوه. ياللي اتحرمتوا من التعليم الفرصه لسه قدامكم. طلعت الغزاله تحيي الاسد والفرح ومعازيمه توصف الفار وشلته، وسمعونا اغنيه يما الفيران عالباب عاملين لي كل ليله. يما الفيران عالباب عاملين لي كل ليله. عاملين صيت قوي. طلع الفيل بقى، اول ما طلع على المسرح وقع. قال لك الاسد ومعازيم الاسد والناس الحلوه وتوصف الفار في شلته، وسمعونا اغنيه رهيب والله رهيب. طلع القرد يحيي الاسد وشلته والفرح وتوصف الفار وشلته، وسمعونا اغنيه هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك. أزرعت العالم اطمن معلش يحسدونك. هذا اللون عليك يجنن يشبه لون عيونك. أزرعت العالم اطمن معلش يحسدونك. سيد قشطه طلع برضه كمل على بقيه المسرح وقال العريس الاسد وشلته والمعازيم الحلوه بتاعته توصف الفار وشلته، وسمعوني غنوه اوعى تكون بتحب يا قلبي. اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب. مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب. الفار قاعد متعصب هيتجنن. طلعت الجاموسه الوحشيه قالت الفرح والاسد والمعازيم وتوصف الفار وشلته، وسمعونا كل القرود بتحبك كل الفيران وحشين. طبعا يا سيدي يا بختك مين اللي زيك مين. طبعا الفار شغال غضب ونرفزه هيتجنن. زهق بقى قال لك عليا وعلى اعدائي. راح طالع وقال لك الفرح توصف الاسد وفي عروسته وفي معازيمه والحيوانات كلها، وسمعوني هودعك اخر وداع. يا عيني يا لبه. بقول لك اتنين اصحاب بساطيل، واحد بيقول للتاني هم الفراعنه بنوا الهرم في قد ايه؟ قال له في 20 سنه. قال له يا ده 20 سنه ده كتير قوي. الله اصلهم كل ما يرصوا حجرين المباحث تيجي تشدهم. طبعا انتوا سمعتوا عن حكايه جنون البقر. بقول لك بقره انجليزي ماشيه في الشارع مسكوها ودوها الخنكه.
مسكوا بقرتين انجليزي داخلين مصر بجوازات سفر مزوره. بقرة انجليزي لقت بقرة انجليزي زعلانة، هتلاقي زعلانة ليه؟ هتلاقي يا اختي قدمت على تأشيرة عشان اروح مصر رفضوها لي. واحد لقى ربع جنيه مخروم لحمه بنص جنيه. واحد مسطول لقى حديدة مدورة، قال لك بس الواحد يعمل لها خرم كده ويستعملها ربع جنيه من الجديد ده. خدها وراح لواحد حداد، قال له ممكن تخرم لي الحديدة دي؟ قال له هكلفك ربع جنيه. قال له خرمها وخدها. راجل بلدينا حاطط علبة سجاير جوه العربية على الكرسي اللي ورا، كل ما يحب ياخد سجارة يعمل مرشدير. راجل بخيل قوي بيغرق واحد نجاه، راح البخيل مناوله جنيه وقال له ان كان عليا عايز اديك 5 جنيه. فالراجل قال له طب ما تغرق تاني واطلعك وتديني 10 جنيه. استجب يسأل بنت صغيرة بيقول لها ماما اسمها ايه؟ قالت له ما اعرفش، اصلي انا بقول لها يا ماما وبابا بينادي عليها يقول لها يا حياتي والجيران بيقولوا لها يا مدام. واحدة بتقول لجوزها انت بتحبيني قد ايه؟ قال لها قد ما انت بتحبيني. قالت له يا نهار اسود ده انت بتكرهني قوي. واحد ماشي هو ومراته قابلته واحدة قعدت تبحلق فيه، مراته قالت له مين دي بقى ان شاء الله؟ قال لها ما اعرفش، وقعد سارح يفكر. مراته قالت له بتفكر في ايه؟ قال لها مش عارف لما هتقابلني بكره هقول لها عنك ايه. واحد بيقول له واحد صاحبه ازاي عرفت اسرار جيرانك؟ قال له اصل كل ما يجي مسافرين يشيلوا البغبغان بتاعهم عندي. واحد لقى واحد صاحبه قاعد في الشمس في عز الحر، بيقول له انت قاعد في الشمس كده ليه؟ قال له اصل انا بقتل الميكروبات. فصاحبه قال له طب اكتب وصيتك بقى. 2 سكرانين، واحد بيقول للتاني تعرف مين اللي اخترع الكعب العالي في جزم الستات؟ صاحبه قال له اكيد اللي اخترعه واحده ست كان جوزها بيرجع البيت متاخر. واحد شحات قابل واحد مفلس جه جنبه كده وقال له مش ممكن جنيه حسنه بيه. فالراجل مفلس بص للشحات وقال له تصدق عمرك اطول من عمري كنت هقولها. عمال عمالين يحفروا بقى في الشارع، ساعات تلقوا حفر كده ومطبات كل شويه يحفروا ويردموا يحفروا ويردموا. فعمال الحفر عمالين شغالين في مشروع، واحد فيهم طلع تراب كتير قوي، راح يسال رئيس العمال قال له اعمل ايه في التراب اللي طلعته من الحفره؟ فرد عليه رئيس العمال وقال له هي حكايه، احفر حفره ثانيه وحط فيها تراب. دكتور بيسال مريض راح يكشف عنده، قال له بتشتغل ايه؟ المريض قال له شحات يا بيه في القاهره. فالدكتور قال له روح غير هوا في اسكندريه. راجل بلدين راح يقدم على وظيفه في شركه ايفر ريدي بتاعت الحجاره، قال لهم لازم نتعين. قابلوه مدير الشركه قال له تحب تشتغل ايه؟ قال له نمسك لكم القطه. واحده ست مربيه كلب راحت تتفسح في جنينه الحيوانات ومعاها الكلب، وهي ماشيه في الجنينه الكلب جري منها وراح ناحيه قفص اللي فيه الاسد. الحارس شاف كده قال لها يا ست الحق الكلب بتاعك. قالت له الله انت بتزعق ليه؟ قالت له ما تخافش على الاسد، ده الكلب ده ما بيعضش. راجل بخيل بنته عيانه، البنت خفت لما عرفت ان ابوها هيوديها الملاهي. واحد بيكلم واحد صاحبه في التليفون بيقول له تصدق يا عزوز يا اخويا حماتي اتصلت بيا وقالت لي انها جايه تقضي معانا اسبوع، وانت عارف المعيشه صعبه اليومين دول، ايه رايك في زياره حماتي دي؟ فرد صاحبه عليه قال له انا اسف يا صديقي انا ارفض الحديث في السياسه. 2 اصحاب دخلوا محل حلويات، واحد بيقول للتاني تحب تاكل ايه؟ قال له ناكل لقمه القاضي. قال له لا يا عم الاحسن يحبسنا. تاجر مخدرات عمل فرح ابنه في الترب، جزار يتجوز يوم الفرح فرق علب لحم ملبس. واحد بيقول له واحد صاحبه تصدق ابني داس عليه وابوه زلط؟ صاحبه قال له تاني. راجل صاحب عماره اشترى بيجامه بدكه عشان يقعد عليها البواب. راجل بلدين عايز يعدي شريط القطر بالطول، ده واحد دخل حمام افرنجي خد معاه مترجم.
حداد تنفع كمان بتبع السباكه. حداد مراته حامل، الدكتور قال لها ما تشربيش ميه كتير لحسن الولد ينزل مصدي. واحد اشترى عربيه دركسيون يمين هنا اللي جنبه شتيمه. ده راجل نازل من البلد شاف الشرق فاتح ايديه خده بالحضن. واحد بلدينا شاف ابنه بيمضغ زلط قال له عيب يا ولد الحاجات دي للحريم بس. اتصور صوره بالمايو بعتها في البلد بعتوا له هدومه. ابنه اتصور صوره برضه بالمايو بعتها في البلد وكلوا له محامي. مباحث المخدرات عملت كبسه على غرزه. نشرح بقى الغرزه دي يا اخوانا في علم الموبقات بيسموها الغرزه اللي هو المكان اللي بيتعاطوا فيه المخدرات. ده راجل خاب مراته وراح الغرزه كبسه مباحث. فالظابط بص لقى الراجل ومعاه مراته قال له طب انت جاي الغرزه ومراتك جايبه الغرزه تعمل ايه؟ دوكا مسطول. قال له يا بيه اصل انا جاي اوريها الغرزه علشان تعمل لي زيها في البلوفر. خنفس امه ماتت بقى ماشي في الجنازه. مامي. خنفس راح لواحد خضري قال له عندك قوطه مفعصه؟ الخضري قال له لا. اما الخنفس قال له طب فعص لي 5 كيلو. راجل ساذج قوي راح يكشف عند الدكتور قال له روح اعمل اشاعه وتعالى. الراجل خرج بره بقى ماشي في الشارع يقول ايه؟ الهرم وقع. ده راجل ريفي ساذج قوي وقف عند كشك من اللي بيبيعوا سجاير وحاجات ساعه، طلب واحده كوكاكولا من الراجل. فالراجل جاي يفتحها له قال له لا انا بشربها بغطاها. 2 فشارين واحد بيقول للتاني تصدق ان انا قريت الجورنال بظهري؟ قام التاني قال له ايه يعني؟ انا قريت كلمه من غير حروف. غفير حب يطخ مشوار استخبى في الدوره. مدرس بيسال تلميذ بيقول له ممكن تقول لي اسم يبدا بحرف الف؟ التلميذ قال له محمدين. طيار من بلدياتنا بقى دي رحله. طيار من بلدياتنا راكب طياره بقى بيسوق بيتحكم. نشرح لكم الرحله الحلوه دي. حضرات ساده الركاب، الكابتن عبد الموجود يحييكم من الطائره الجامبو، وكل واحد ياخد باله من جيب اللي جنبه. نحن الان نستعد للاقلاع من مطار القاهره الدولي. كل واحد فيكم يقعد في الكرسي بتاعه وتربطوا الاحزمه وتبطلوا التدخين عشان صحتكم. وهتيجي المضيفه تقدم لكم حاجه زي الكوز تشموا فيها ربنا ما يقطع لكم نفس. قفلوا باب الطياره استعداد كامل يتحرك. حضرات ساده الركاب، نحن الان نطير في الجو. ترتفع الطياره سنه. نحن الان نطير على ارتفاع 36,000 قدم. كل قدم وقدم اكبر من قدم الواد مجدي براءه بتاع الطبله. قد ايه يا واد انت رجلك انت؟ عمركم شفتوا واحد يلبس جزمه 90 ياخد 3 معاه فيها دي؟ حضرات ساده الركاب، الطائره الجناح الايسر فيها ولع. ابتدت الاعصاب تضطرب. حضرات ساده الركاب، الجناح الايمن اتحرق. الناس اتخضت، ابتدوا المضيفات يفرقوا حتى الورق اللي هو بتاع المناديل بتاع الورق كلوه على انه البان لبخه. بعد ساعه حضرات ساده الركاب، الكابتن عبد الموجود يحييكم من الباراشوت ويتمنى لكم رحله سعيده. واحده ست دخلت على جوزها لقيته مولع في اللحاف وجايب عصايه ونازل ضرب في اللحاف. قالت له ايه اللي انت بتعمله ده يا مجنون؟ قال لها بتعلم ضرب النار. غفير دايما بيحلم انه بينضرب، فكان كل يوم يناموا جنبه شومه. بواب اشترى لابنه شومه عملها جرافطه. واحد غفير عامل عيد ميلاده ال50 جاب تورتايه وحط في التورته 50 شومه. لما سطيل واحد بيقول للتالت تصدق يا اخي ان انا عندي حته ارض عايز ابنيها بس مش لاقي فلوس. فصاحبه قال له ايه المشكله؟ بيع الارض وابني بتمنها. صحفي عيه راح للدكتور لقى عنده عرق المسا.
صحف اشترى سباطة بلح قعد ياكل منها لغاية ما بقت على الجريدة. ده واحد بقال عنده صبي غبي قوي، كل ما يروح له زبون يقول له عندك جبنة، يقول له ما عنديش. عندك بسطرمة؟ ما عنديش. فجه صاحب المحل: يا ابني انت هتقف حالنا، لما يجي لك زبون يطلب حاجة مش موجودة بيع له، قول له في كذا، يقول لك في حلاوة، ما فيش حلاوة، قول له في جبنة، ما فيش جبنة، قول له في سلمون، يعني اتصرف. فالراجل راح مشوار وساب الواد لوحده في المحل. جه واحد قال له: عندك ورقة تواليت؟ قال له: لا ما فيش، في صنفرة. ده راجل سكران دخل بار وما معهوش ولا مليم. دخلت منظر الراجل للبارمان خواجه وقف على البار، قال للراجل: هات كاس وادي الناس دي كل واحد كاس وخد عشان الكاس، هات كاس وادي الناس دي كل واحد كاس وخد عشان الكاس، هات كاس وادي الناس دي كل واحد كاس وخد عشان الكاس. شرب وانبسط. اخر الليل ما فيش في جيبه ولا مليم. البارمان مسكه رزعه حته علقه طفح له شربه كله. صاحبنا تاني يوم قال لك: اروح انضرب واسكر مش مشكله. دخل قعد، البارمان عرفه فراح بصص للراجل كده قال له: هات كاس وادي الناس دي كل واحد كاس، وسكت. فالبارمان قال له: مفيش كاس علشاني؟ قال له: لا انت اما بتسكر بتبقى وحش قوي. تلميذ بيقول لزميله: تصدق وزاره التربيه والتعليم فتحت معهد لرصف الطرق والحفر؟ قال له: عشان ايه؟ قال له: عشان يلموا المجاميع اللي زي الزفت. سجان اتخانق مع مراته حبس دمها. قهواجي اشتغل سواق اجره، المرور مسكه مركب زياده. قهواجي اتجوز مراته خلفت واد وكومي. قهواجي اتجوز مراته خلفت طفل. واحد جزماجي اشتغل قهواجي، زبون طلب منه واحد قهوه مظبوط، طلع المازوره خد مقاس بقه. ميكانيكي اشترى سرير نام تحتيه. بطل من بتوع المصارعه الحره دخل قهوه، قال: مين اللي اسمه خاشه هنا؟ رد واحد رفيع قوي قال له: انا. راح ضربه حته علقه مكسر له عظمه. هو مشي من هنا وخشه ده قاعد يضحك. الناس سالوه: بتضحك عليه والراجل مكسر عظمك؟ قال لهم: اصل انا ما اسميش خيشه. واد بيسال ابوه يقول له: بابا هي البيضه بتمشي؟ قال له: ليه يا حبيبي؟ قال له: اصل دايما تنده لماما وتقول لها تعالي لي يا بيضه. مأمور ضرايس سأل واحد ممول، قال له: انت ساكن لوحدك؟ قال له: لا انا ساكن مع حماتي. قال له: دي تبقى المصيبة الموحدة. واحدة بتقول لصاحبتها: فستانك ده شيك قوي، اكيد جوزك غير شغله. قالت لها: لا انا اللي غيرت جوزي. قامت حريقة في بير من ابار البترول، قدموا مناقصة عالمية للشركات تيجي تطفيه. شركة امريكانية قالت تطفيه في شهر، شركه فرنسويه قالوا 15 يوم، يابانيه قالوا اسبوع. ده راجل مقاول انفار من بلدياتنا قال لك نطفي البير، وابو البير في 5 دقايق. قبضونا بس بالدنانير ولا بالدولار، قبضوا له قرشين. راح جايب 500 واحد حوالين البير وهو مولع وقال لك: هابي بيرثدي تو يو، هابي بيرثدي تو يو. راجل بلدينا بنى خيمه ونام جنبيها. واحد حشاش راح يكشف على صدره، الدكتور حط السماعه على صدره قال له: خد نفس. قال: هات جوزي. برغوتين في دماغ واحد اصلع. واحده بتقول للتانيه: يا اختي انا عطشانه. قالت لها: اسكتي ده احنا ماشيين في الصحراء. ده واحد اول مره يسافر فرنسا، ماشي في شارع الشانزليزيه في فرنسا بقى المحلات ويبص في البدل الشيك والحاجات الحلوه. قال: يا خبر ابيض، كل البضايع دي من بورسعيد. واحده وحشه قوي بتقول لجوزها: تحب اظهر على مين واستخبى من مين؟ قرفان منها قوي. الله اظهري على الناس كلها واستخبي مني انا. واحد سكران كل يوم يجي وهو طالع في السلم والربان يروح متكعب المدف في السلم متعور. كل يوم يجي بالليل وهو سكران والربان يروح واقع متكعب متعور. صح مراته في يوم قال لها: بقول لك ايه، مش تحطي لي حاجه تنور لي السلم؟ كل يوم اجي اتكعور كده واتعور. قالت له: خلاص بكره احط لك كلوب ينور لك السلم. تاني يوم وهي حاطه له كلوب طلع كالمعتاد سكران والربان راح واخد الكلوب في رجله مدغدغه ومش دريان. قال لها: وليه مش قلت لك تحطي لي كلوب؟ قالت له: ما انا حاطه لك يا اخويا الكلوب. قال لها: ما انت حطاه في
الضلمه. واحدة وحشة قوي راحت تزور المعرض هي وجوزها، وقفت في ركن وجوزها خد الركن التاني، مش عاجبها حاجة أبدا. تقول له جوزها يا سلام شوف الهوية وشها الفلس عند القصب النساء والستات، يا سلام شوف الهوية وشها زي الكرة الشراب ازاي. جوزها بص لها بلاش فضايح تعالي دي الآية. اتنين كمسارية قابلوا بعض، واحد بيقول للتاني وديت ابنك فين السنة دي؟ قال له وديته الروضة. قال له بعد الروضة هتوديه فين؟ قال له هوديه المانيال. راجل بلدينا ابنه جاب مجموع في الثانويه العامه يوديه النار. واحد قابل واحد صاحبه لقى متجوز واحده تخينه قوي، قال له يا راجل ده حد اتجوز واحده بالتخن ده؟ قال له اعمل ايه؟ انا اتقدمت لابوها حبيت اطلب ايدها، ابوها راح مديها لي كلها. واحد مسطول ركب الاتوبيس قال له كمساري اديني تذكره ب 8 مليم، فالكمساري قال له ده كان زمان. قال له ما انا برضه راكب من زمان. راجل بلدينا بيعاكس واحده حلوه قوي، عض على شفته عملوا له 6 غرز. واحد مسطول شد حيله اتقطع. اتنين محكوم عليهم بالاعدام، ربنا يكفينا شر الحقه وحتى في الاعدام. سالوا الاولاني بيقولوا له تحب تشوف ايه؟ قال لهم نفسي اشوف امي. راحوا يسالوا الثاني نفسك تشوف ايه؟ حقد على صاحبه قوي. قال له نفسي ما اشوفش امي. تاجر مخدرات الماحس بتطارده، فراح رامي الحشيش في مدرسه اطفال، الحشيش وقع في الخزان بتاع الميه. العيال كلها شربت منه ما تستخدى بالها، والمدرس كمان شرب منها. جه مفتش يفتش سال اول تلميذ بيسال التلميذ بيقول له مين اللي قتل كليبر يا ولد؟ ما ردش. انت هذا اللي بعده مين قتل؟ ما حدش عارف يرد، العيال كلها نايمه. المدرس نفسه مبنج، فبيقول له ايه الحكايه؟ التلاميذ كلها مبنجه مش عارفه تقول مين اللي قتل كليبر. المدرس قال له بيه يظهر حد من تلاميذ بعد الظهر هو اللي قتله. عسكري ماسك واحد حرامي راح يسلمه في المديريه، فالحرامي جه في السكه قال للعسكري ممكن يا شاويش اجيب علبه سجاير من الكشك اللي هناك ده؟ العسكري قال له عايز تهرب مني؟ خليك هنا وانا اروح اجيب لك السجاير واجي. بياع جرايد ماشي ينادي في الشارع 50 حمار ضحيه يا جدع، الحادثه العجيبه يا جدع، 50 حمار ضحيه يا جدع. واحد قال لك ايه الحادثه الغريبه دي؟ 50 حمار ضحيه؟ فراح وريني عامل حادثه، راح مديله الفلوس اشترى. بعد ما مشي دوكا راح منادي 51 حمار ضحيه يا جدع. عسكري في البلديه وصوه قالوا له خلي بالك اي حد يرمي ميه كده ولا زباله اعمل له مخالفه، عشان احنا بندور على النظافه اليومين دول. فصاحبنا واقف كده وبص لقى العربيه بتاع البلديه شغاله رش ميه، قال لك يا دي الهنا كل دي مخالفات، اكتب 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 اكتب. كتب الدفتر كله. القائد بتاع بمر قال له لا دي بلديه بتاع الحكومه ما تكتبلهاش، ده بيرش. لفت ليام وعينوه في حته ثانيه، واخد واحد حرامي راح يسلمه في المديريه، فجه في السكه ساب الحرامي. قالوا له سبته ليه؟ قال له طلع بلديه فسبته. اتنين خنافس بيفشروا على بعض، واحد بيقول للتاني تتصور بالعربي يعني تتصور، بالخنافيسي بقى تتصور مامي جابت لنا حله والساعه 10 فدان. فالخنفس دوكا قال له ايه يعني؟ انا بابي جاب لنا باميه القرن طوله 3 متر. قال له يا خبر اسود كنتوا بتطبخوها فين؟ قال له في حله امك. واحد قابل واحد صاحبه ساله عن خطيبته، اخبارك ايه واخبار الخطبه ايه؟ قال له اسكت مش اتفسخت الخطبه والعمليه ما نفعتش. قال له ليه؟ انت ما قلتش للعروسه ان عمك غني؟ قال له قلت لها. قال له بعدين؟ قال له بقت مرات عمي. واحد متجوز واحده منكده عليه عشت. الواد راح لابوه قال له بابا شفت الدواء اللي بيطول العمر؟ فابوه قال له اوعى توديه لامك. تاجر
مخدرات المباحث بتطارده، هو يجري والمباحث ورا منه، هو يجري والمباحث ورا منه، هو يجري والمباحث ورا منه. راح طالع يجري دخل محطه مصر، طلع فوق القطر، المباحث ورا منه. القطر ده كان رايح اسكندريه وهو راح ماسك الحشيش راح رمي في مدخنه القطر. القطر بدل ما يروح اسكندريه راح لندن. راجل راكب القطر عايز يزوغ ابنه من الكمساري، مسك الواد ونزله من الشباك، مر الكمساري راح مديله تذكره واحده. ساله ايه اللي في ايدك الثانيه؟ راح الراجل مخبط ايده كف على كف وقال اهو مفيش حاجه معايا اهو. رماه. واحد جاب لمراته راديو فيليبس، راح الشغل ورجع لقى فاتحه مصارين الراديو من بره ومطلعاها حته حته. لا دي قالت له خد راديو. قال لها ليه؟ قالت له عماله ادور من الصبح مش لاقي ولا حته مقاسي. فيليبس. ضابط مباحث قبض على واحد بيحشش، ساله قال له الحشيش ده بتاعك؟ قال له ايوه يا بيه. الجوزه دي بتاعتك؟ قال له ايوه يا بيه. الصبح ودوه للنيابه يعرضوه في النيابه، وكيل النيابه بيقول له نفس الاسئله، الحشيش ده بتاعك؟ قال له لا يا بيه. الجوزه دي بتاعتك؟ قال له لا يا بيه. قال له الله، ما انت امبارح قلت لما قبضوا عليك قلت للضابط انها بتاعتك. قال له يا مؤاخذه اصل انا امبارح كنت مسطول. واحده ست ساكنه جنب شريط القطر، القطر لما يمشي يعمل هزه، كانوا زمان يقول لك كحك بسكر كحك بسكر كحك بسكر كحك بسكر، يعمل هزه يهز البيوت. الست دي اللي هي ساكنه جنب القطر ساعه ما القطر يعدي ويهز البيوت الدولاب عندها يتفتح. كل يوم القطر يعدي يهز البيت الدولاب عندها ايه؟ يتفتح. بعتت جابت نجارت وتعالى يا ابني شوف لي المشكله دي، القطر يعدي من هنا والدولاب عندي هزه البيت يتفتح من الهزه بتاع البيت، شوف لك حل. لا بس استنى مفيش حل، احنا بتوع الفهلاوه واحنا بتوع كله. قبض بلا قرشين صلح الدولاب، مشي من هنا عدى القطر هز البيت الدولاب عندها اتفتح. بعتت جابت قلت ايه يا ابني الحكايه؟ انت قبضت ما صلحتش الدولاب؟ لا ست هانم انا صلحت الدولاب، العيب اصلا كان من بره، يظهر ان العيب دلوقتي من جوه. دخليني جوه الدولاب وانا نظبط المساله دي. دخلته جوه الدولاب، طب جوزها مشكله بيفتح الدولاب كده عندك قال له شوف لو حلفت لك من هنا لبكره ان انا مستني القطر مش هتصدقني. واحد بتاع الشكمانات نفسه اتكسرت لحم. واحد جاب لمراته دواء من اللي بيرجع الواحد شباب، فالواد ابنه بعد يومين شاف امه شايل عيل صغير، قال لها مين ده يا ماما؟ قالت له يا ابني ده ابوك شرب الدواء كله. واحد راح يتجوز بنت واحد تاجر شاي، ابو العروسه طلب من العريس 100 باكو مار، فالعريس قال له عاده ولا بفاتله؟ واحد مسطول لف الكره الارضيه سجارتين، راجل بلدينا قاعد يلف الكره الارضيه لغايه ما خرج منها. مدرس لغه عربيه بيدرس بيسال تلميذ في الفصل بيقول له اكتب ذهب المطرب هشام النجاتي للحفله يوم الثلاثاء. فالتلميذ قال له بيه الهمزه على الف ولا على نبره؟ فالمدرس سرح كده قال له اقول لك خليها الخميس. واحد بيقول له واحد صاحبي انا شفت حماتك نزلت البحر امبارح، عندك قال له الحمد لله انا بشرب ميه معدنيه. دكتور اتجوز على مراته عملت له اشاعه. دكتور حب يتجوز قبل ما يتقدم للعروسه كس نضاره. دكتور عنده حنفيه خربت عمل لها رسم قلب. دكتور ما لقاش ولا مريض دخل العياده راح قلع هدومه وكشف على نفسه. راجل بلدينا عنده قرشين عايز يستثمرهم، اصحابه قالوا له افتح دار حضانه تكسبك دهب. فتح دار حضانه وجاب 500 عيل للتربيه. قابله واحد صاحبه قال له ايه المشروع المهبب ده؟ قال له اسكت ده مشروع استثماري عشان لما يكبر يقولوا عليهم نكت. اتنين مساطيل ماشيين في الصحراء، واحد بيقول للتاني تعالى اقول لك كلمه على جنب. لعيب كرة عنده بيت عايز يهده، جاب له 5 من المقاولين العرب. اتنين اصحابه واحد بيقول للتاني تصدق ان اعرف واحد عنده ارنب دولارات؟ قام صاحبه قال له انا اعرف اللي ياخدهم منه. تاجر فراخ خلف واد اقرع سماها ابو الريش. تاجر فراخ جات له انفلونزا راح للدكتور قال له ارقد. دي كان بيتخانقوا مع بعض، ديك بيقول للتاني
التاني ما تيجي نروح السيما. الديك التاني يقول له لا نروح المسرح. تقول لهم ديك قال لهم لا مسرح ولا سيما، تعالوا نروح الجمعيه فيها فراخ عريانه. واحد بيقول له واحد صاحبه عرباجي سايق عربيه زباله وحشه قوي باللي بيها الحمير المكعه اللي تمشي تعطل الدنيا وتسقط الزباله في الارض. قال له تصدق ان انا عرفت حمارك وما عرفتكش؟ فصاحبه رد قال له شيء طبيعي ان الحمير تعرف بعضيها. واحد دخل مطعم امريكي بس ما بيعرفش يتكلم انجليزي، عايز ياكل فراخ، راح جاب ورقه بيضه وراسم فيها بيضه ونادى للجرسون قال له انا عايز امها. واحد بيسال ابنه يا ترى نجحت يا نجاتي في تعليم السواقه؟ الولد قال لابوه ما اعرفش يا بابا لان المدرب اللي كان بيعلمني لسه في المستشفى. راجل بلدينا راح يركب اسانسير في عماره ساكن فيها واحد صاحبه، لا اليافطه مكتوب عليها ممنوع ركوب اكتر من 10 اشخاص. راح طالع على السلم قال لسه هستنى 9 اشخاص. واحد مسطول دخل جنينه الحيوانات راح ناحيه سيد قشطه، راح مطلع جنيه وراح مديه للحارس قال له ممكن تديني بالجنيه ده حته قشطه. واحد قابل واحد صاحبه بقول له رحت اسال عليك قالوا لي انك عزلت. ازاي تعزل وانت بقالك 10 سنين في البيت ده؟ فرد صاحبه قال له اصل انا جيت استحمى ما لقيتش فيه حمام. واحد بخيل اشترى جزمه جديده كان بيوسع في خطوته وهو ماشي علشان الجزمه ما تدوبش بسرعه. راجل ساذج قوي راكب قطر من دمنهور عايز يروح مصر، سمع الراديو مع واحد في طنطا بيقول هنا القاهره، راح ناطط قاعد على الراديو. راجل ساذج قوي استضافوه برنامج كلام من دهب، كسب الجنيه الدهب فقال للمذيع لا انا عايز ورق. ده راجل بلدينا بعتوا له دعوه لحضور مؤتمر السكان، رد عليهم قال لهم وانا مالي ماليش دعوه بالسكان ده انا صاحب ملك. 5000 من بلدياتنا راحوا يقدموا على وظيفه جماعيه في التلفزيون، المسؤولين سالوهم تشتغلوا ايه؟ قالوا لهم بعد ما يقفل التلفزيون ويشطب نقول وش. مطرب نازل من مبنى التلفزيون والاذاعه متنرفز قوي عمال يبرطم وساطه كوسه محسوبيه، فقابله مطرب تاني قال له بندو. اتنين بلدياتنا راكبين مع سواق اجره كل شويه يحرك الفتيس قدامهم، فالسواق نازل يجيب علبه السجاير راحوا خالعين له عصايه الفتيس. قال لهم ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ قالوا له شفناك عم تلخلخ في العصايه دي كنا نشيلها لك. واحد ماشي زعلان وشايل هم الدنيا وقع في حفره قال احسن. عامل معماري اشترى طبق دش عمله اصعب. بواب في عماره شيك قوي عايز يستحمى طلع فوق السطوح قلع هدومه وقف تحت الدش. واحد عنده عربيه 126 اتحرقت منه، واحد صاحبه لا زعلان قال له ما تزعلش بكره الشبح بتاعها يطلع لك. واحده رقاصه اشترت عربيه اسمها البودره، كل ما تمشي بيها في الشارع المدمنين يجروا يشموا الصاب. بيقول لك المسؤولين عن قناه التلفزيون السبعه عايزين يقلدوا القناه الثانيه في التطور، قالوا القناه السبعه تقدم لكم كل ما هو جديد شانل 2. عروسه بتقول للخطيبه بقول لك ايه ممكن ابقى استمر في العمل بعد ما نتجوز؟ العريس قال لها وماله مفيش مانع بس انت ميتك كام؟ قالت له 200 جنيه. قال لها طيب كويس يكفونا. واحده قابلت الشغاله اللي كانت بتشتغل عندها قالت لها الناس اللي انت رحت تشتغلي عندهم سالوكي عن حاجه؟ قالت لها ايوه سالوني، قلت لهم ان انا قعدت عند حضرتك شهرين. قالوا لي شهرين؟ ده انت تبيعان قوي. واد عمال يبص لواحد تخين، فالتخين بيقول له يا واد انت عمال تبص لي كده ليه؟ الواد قال له انا مش لاقي حته ابص منها. واحده بتقول لصاحبتها النهارده يا اختي جاني جواب من خطيبي يفرح، فصاحبتها بصت في الجواب لقت الورقه فاضيه، قالت لي يا اختي ده الورقه فاضيه. قام صاحبتها قالت لها ايوه علشان احنا متخاصمين. راجل متهم دخل المحكمه ومعاه 5 فتوات، القاضي بيقول له ايه اللي انت جايبهم دول؟ قال له مش حضرتك في الجلسه اللي فاتت قلت لي هات معاك الدفاع؟ 2 بخره واحد بيقول للتاني تتصور انا بدي الخدام بتاعنا جنيه في الشهر وارجع استلفه منه تاني؟ فصاحبه رد عليه وقال له وايه يعني احنا بندي الخدام بتاعنا نص جنيه وناكل معاه.
مدرس حساب بيسال تلميذ بيقول له 12 وايه يا واد يا نبي ابو كام؟ فرد نبي قال له قداسه اقيات يا فندم. جزار ابنه تعب وداه للدكتور، الدكتور كشف على الواد لقاه ضعيف ونحيف، قال له ابوه روح اوزن الواد وتعالى. الجزار قال للدكتور اوزنه بالعظم ولا من غير عظم؟ مدرس جغرافيا بيسال تلميذ بيقول له ما هي الفصول الاربعه؟ رد التلميذ على المدرس قال له اولى وثانيه وثالثه ورابعه. في ناس بيجروا بسرعه ويضربوا الناس ويعوروهم، ده سواق اجره خبط واحد عوره بيحققوا معاه في النيابه، السواق قدام وكيل النيابه يقول للراجل اتخبط، يقول له يا عم مش انا اديتك كلاكس واديتك نور واديتك قلاب يجي 50 مره؟ وكيل النيابه قال له يا اخي اداك نور واداك كلاكس واداك قلاب 50 مره، ما اتحركتش ليه؟ قال له يا بقى اتحرك فين؟ ده انا قاعد في الدكان. خنفس شعره بيسقط جاب له 2 مدرسين. راجل بلدينا سافر اسكندريه في الشتاء، كل ما ينزل البحر ينزل بمايوه صوف. ده واحد ماشي على الكورنيش لقى واحد بيغرق، فراح مطلع الراجل منجيه، سمع الناس كلها بيقولوا يا سلام ده اللي يعمل الخير يرميه البحر، راح رامي الراجل تاني في البحر. واحد سكران عايز يطلع عمارة 10 ادوار ما لقاش، طلع عمارة 5 ادوار مرتين. واحد راح يكشف على عينه، الدكتور عمل له عملية بوظ له عينه، فالدكتور خاف للمريض يروح يشتكيه، راح قرصه في ودنه، فالمريض قال اي، قال له خضيتنا يا شيخ ما انت بتشوف اهو. واحدة عايزة تعمل محشي ورق عنب ما لقتش، حشت ورق حيطة. سباك اتخانق مع مراته ضربها بالكوع كسر لها الحوض. مدرس ضرب ابنه بالقلم. راجل بخيل بيغرق رموا له حبل عشان يطلع، ربط الراديو فيه اللي كان معاه. واحدة باعت جوزها علشان طلع قطاع عام. راجل بلدينا سمع ان الجرايد هتغلى، قام راح مشتري جرايد ب1000 جنيه. واحد بلدينا خد براءة في قضية استأنف. راجل بلدينا وقع في بير، اخوه رماله الحبل عشان يطلعه، راح رابط الحبل في رقبته فانشنق. عامل في مصلحة التليفونات مراته عيد كشف عليها بالسماعة. راجل اسمه صلام راح لواحد صاحبه بالليل خبط على الباب، فصاحبه بيقول له مين اللي بيخبط؟ قال له صلام. رد صاحبه قال له خليك واقف لغاية النهار ما يطلع. حرامي سرق فرخة والبوليس مسكه، قال له انا ما سرقتهاش، انا لقيتها تشبه فرخة عندي، قلت دي لازم اختها فحبيت اجمع شمل الاسرة. نجار راح يصلح صالون وانتريه بيت واحد محامي، طلب منه اجره 1000 جنيه. فالمحامي قال له الله ده انا محامي ما خدتش المبلغ ده. فرد عليه النجار قال له وانا لما كنت محامي برضه ما خدتهوش. واحد مسطول واخد منشار وراح بيه على تمثال ابراهيم باشا، طلع فوق التمثال ومعاه المنشار، ماسك المنشار على رقبه ابراهيم باشا، فمسكه امين شرطه قال له ايه اللي انت بتعمله ده؟ الله اصل جالي في المنام قال لي تعالى هرشني. واحد نشال بنته بتقول له يابا عايزاك تعلمني، راح مطلع المطوه من جيبه وعلمها. واحد مسطول مسكوه بيشرب السجاير بشكمان العربيه. نظام تبادل السلع كان زمان ولغايه دلوقتي في بعض البلاد، الواحد يروح مثلا يودي شويه غله ياخد بدلها ملابس، يودي بيض ياخد قمح. ده اتوبيس بقى في الارياف، يطلع الواحد من دول يدي كمساري بيضه يديله تذكره، يديله بيضه يديله تذكره. طلع واحد راح مدي كمساري فرخه، قال له ايه دي؟ قال له دي اشتراك. عرباجي طلع الاتوبيس ومعاه الحمار بتاعه وراكب فوق منه، كمساري بيقول له تذاكر، ما رضيش يدي التذاكر للكمساري. قال له ليه يا عم مش عايز تدفع؟ قال له ما انا راكب على الحمار بتاعي. 2 بخله بترانوا، واحد بيقول للثانيه انا حارمي ريال فضه في البير، اللي ينزل يجيبه ياخد جنيه. فالتاني راح رامي زميله في البير، بدل الريال رماله قرص فوار. راجل رمى اليمين على مراته ما جاش فيها. واحد مسطول دخل القهوه سقف قال الجرسون، قال له جرسون اديني واحد قهوه، فالجرسون قال له سكرها ايه؟ قال له مكنه.